السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شعبان. ربنا ان شاء الله يبلغنا رمضان على خير بإذن الرحمن، ويكون شهر كريم وحلو على أمة محمد كلها. انا دلوقتي عندي فرخة هعملها. الفرخة دي هتلم معاكي بواقي التلاجة، اي جزرايه بقى عندك، بطاطسايه، كوسايه، بصلتين، قرن فلفل، عارفة هتلم معاكي الدنيا كلها وهتطلع معاكي جميلة. انا عندي هنا في الكبه ضربت بصلايه مع نص طماطمايه مع قرن فلفل، ماشي، بصلايه كده وسط حلوه. وهنزل بقى البهارات بتاعتي، ملح طبعا حسب الرغبه، وهنزل بشويه فلفل اسود وشويه كمون وشويه قرفه وشويه كزبره ناشفه ورشه حبهان ورشه ورق لورا مطحون. كل الكلام ده هتعجبك انت بقى. حطي البهارات اللي انت عايزاها وشويه بابريكا مدخنه، بابريكا عاديه، اي حاجه، وحبه بهارات فراخ. انت حطي البهارات اللي تعجبك. انا بقولك على البهارات اللي انا حطيتها، وانت البهارات اللي متوفره عندك حطيها. هحط بقى معلقه دبس رمان. لو ما عندكيش دبس رمان بتحطي معلقه عسل اسود. لكن انا حطيت هنا معلقه دبس رمان. انت لو ما عندكيش دبس رمان حطي معلقه عسل اسود. همسك البصله بقى ادعكها كلها ببعضيها في قلب بعضها كده لغايه ما ادخل البهارات في قلب البصله كده. وبعد كده هاجي ماسكه الفرخه دي بعد ما مسكتها غسلتها وصفيتها خالص ما فيهاش ميه. هجيب بقى الفرخه بتاعتي هنا في الصينيه. الفرخه دي قبل ما احطها هنا في الخليط ده، انا مسكت الفرخه اتكيت على الصدر بتاعها كده، كسرت العظميه بتاعه الصدر، ونفس الموضوع في الوراك، كسرت عند المفصل كده. وبعد كده بتحطي ايدك ما بين اللحم والجلد بصوابعك بالراحه كده، تفتحي ما بين تفتحي الجلد يعني تفصلي الجلد من اللحم، من الظهر ومن عند الوراك ومن عند الصدر. وبرضك وحاولي تدخلي ايدك عند الاجنحه كده، وتحشي بقى بالخلطه دي كلها من عند الصدر ومن عند الوراك وقلب الفرخه من جوه، تمليه خالص كده. وتمسكي الفرخه كلها تلفيها بالبصله بالخليط اللي احنا عاملينه ده. وبعد كده هاجي جايبه بقى الخضار. بصوا بقى هنا انا الخضار اللي لميته عندي من التلاجة، كان عندي طماطمتين، خدت النص ضربته مع البصله ودي طماطميه ونص، وكان عندي كام كوسيه حتى، بص دبلانين وعاملين رفيعين خالص، وقرن فلفل رومي على واحد حار. الحار ده اختياري. وعندي جزرتين برضو، وبصله كبيره حمراء، وبطاطس اللي هي البطاطس الشيري الصغيره دي، اللي هي بتاعت السليق ديت. برضك قطعتها كده الواحده اتنين تلاته، الواحده تلاته عشان ما تبقاش خفيفه وتتهري. وتيجي جايه فاتحه بطن الفرخه، وتحشي بقى كل الخضار ده. هو كده كده انا ما بهرتهوش ولا حطيت عليه ملح ولا حطيت عليه اي حاجه، لانه هو هيشرب من الخلطه بتاعه البصل اللي انا عملت تبلت بيها الفرخه. فتحشي بقى كل الفرخه بالخضار، تاخد على قد ما تاخد. وبعد كده بقيه الخضار هتحطيه حوالين الفرخه. امسكي الفرخه احشيها من جوه الوراك ما بين الجلد. انا ليه قلت لكم افصلوا الجلد عن اللحم؟ عشان تحطي ما بين الجلد واللحم تحطي بردك خضار. عايزه اقول لك والله طعمها خطير، طعمها خطير جدا. ومست الفرخه دي ان هي بتلم اي خضار عندك، بتاخد اي حاجه، يعني مش هتقول لك لا على اي قطع، اي خضار تحطيه فيها. عندي بقى هنا كيس حراري هجيبه. لو انت ما عندكيش كيس حراري تمام، هتحطيها في الصينيه وهتحطي عليها ورقه فويل او تغطيها بغطا. هتحط لها ربع كوبايه ميه على نار هاديه خالص، او تدخليها الفرن. لو انت الفرن عندك مش شغال ممكن تحطيها على عين هاديه خالص، وبعد كده تفتحي عليها الشوايه تتحمر. لو انت بقى الفرن شغال عندك وكويس حطيها في الفرن وتبقى كويسه جدا. بس هتحتاجي بعد ما تستوي تشيل من على ورقه الفويل عشان تاخد لون. همسكها بقى زي ما انتوا شفتوا كده، كتفتها بعد ما حشيتها خالص كتفتها. وهاجي جايبه الكيس الحراري حطها في قلب الكيس الحراري. بس قبل ما احطها زي ما انتوا شايفين هفتح من عند الظهر كده من فوق بالسكينه فتحات كده. هتشرب بردك معايا من التتبيله وهي جوه الكيس الحراري وهي جوه الفرن. وهاخد بقى بقيه الخضار بالميه اللي نزلت من بتاعه البصل بكل ده، هاخد احطه. انا لحد وقتنا هذا ما حطيتش ولا نقطه ميه. الميه اللي انتوا شايفينها في الصينيه دي نازله من ميه البصل ونازله من الخضار نفسه. انا ما حطيتش اي نوع من الميه خالص. هحطها بقى في قلب الكيس الحراري زي ما انتوا شايفين، وهوزع الخضار في الجناب بتاعه الفرخه، مش هحطه على ظهر الفرخه من فوق. اللي هو القفل ده بتاع الفراخ بيبقى جاي مع الكيس الحراري نفسه، بيبقى فيه قفل كده. بيبقى هو 5 اكياس بيبقى معاهم 5 تقفال، بتاخدي واحد انت بتفصليه وتاخديه. هاخدها بقى واجي ماسكه برمه خفيفه في الكيس، وهاجي ماسكه القفل بتاعها ده، ماسكاها ايه، لفه بيه حرف الكيس من فوق كده، تبرميها برمه كويسه كده وتيجي قافله الكيس. وهاجي جايبه السكينه
عامله 3 اخرام صغننين قوي، يا دوبك اغرسها كده، ما تخرميش اخرام كتير ولا تفتحي فتحه كبيره، علشان انت بتسويها جوه كيس حراري، مش احنا مش عايزين نسويها كده في الصينيه الا لو في حاله لو انت ما عندكيش كيس حراري. تمام. هاخدها بقى، هحط في الصينيه شويه ميه. الاخرام دي انا مخرماها من فوق، ملهاش علاقه خالص بتحت، عشان ما تدخلش ميه في الكيس، بس عشان خاطر الكيس يبقى تحتيه حاجه تسوي معانا الفرخه. وهاخدها بقى ادخلها الفرن، ونشوفها بعد ما تخرج من الفرن، ونشوفها هنقدمها مع ايه. انا هنا بقى خرجتها من الفرن اهي، شايفين بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. بصوا الخضار مستوي كله، والفرخه بصي جميله ازاي. عندي بقى بصوا نزل الميه دي اتكرملت، بقت صوصي عامله ازاي، لونه نبيتي. هاخد بقى الصوص ده ادهن بيه وش الفرخه كده من فوق، تديها بس تلميعه، وخلاص على كده. بصوا الخضار عامل ازاي، عايزه اقول لكم الريحه جميله جدا، الطعم خطير. انا يعني مش عايزه اقول لكم الطعم عامل ازاي، لان انا يعني الفيديو ده ينزل بعد احنا ما اكلناها. والفرخه من جوه مستويه، والقلب بتاعها ابيض، هتشوفوا دلوقتي في الكاميرا. تمام. تعالوا نشوف احنا هنقدمها مع ايه، دي مفاجاه كبيره. بصوا بقى المفاجأة، انا كنت عاملة محشي. بصوا الفرخة عاملة ازاي، عايزة اقول لكم الصدر بتاعها مهري مهري خالص، والله العظيم ما مستحملة اي حاجة. ومقدمة بقى معاها محشي، فضلة خيركم بألف هنا وشفا. والفرخة طعمها خطير. انت ممكن تقدميها مع رز بسمتي، ممكن تقدميها مع رز ابيض، ممكن تقدميها مع رز بشعرية، ده اختياري ليكي، انت تقدميها زي ما انت عايزة. حطيها على سفرتك تشرفك في رمضان. تنسيليش في اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وان شاء الله يوصلكم كل جديد مني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.